يسعد لي أوقاتهم متابعيني الحلوين. وصفتنا اليوم هي فتة الدجاج مع الأرز بخطوات جدا سهلة وبسيطة وبثلاث مكونات أساسية، هي الخبز والرز والدجاج. رح نقلي الخبز ونحطه على جنب ونطبخ الرز ونحطه كمان على جنب، ومنجي منقلي الدجاج مثل ما نكون شايفين منقليه مع زنجبيل وبهار وملح، وبس يستوى منحط عليه مي سخنة ومنغطيه لمدة نص ساعة ليستوى حتى الدجاج من جوا، ومنحطه كمان على جنب. ونجي هون منجهز الصوص هو عبارة عن طحينة ولبن وتوم وملح، ولا ملح ليمون بتحبوا رشة، لا أما عصرة ليمونة، هذا الشي بعود إلكن. ومثل ما نكون شايفين منزيد المي بالتدريج منخلطهم كلهم سوا، وأنا هون مكترة اللبن أكتر من الطحينة، وبس هيك خلطناهن اندمجوا سوا. منزيد مية الفروج ومنزيد الفروج اللي استوى معنا. شايفين القوام ده تكون الصوص شوي ما كتير سميك، يكون أخف، يعني أخف من فتة الحمص. كرمال الخبز والرز يعني يتشربوا الصوص على السوا. ولا ننسى السبع بهارات والملح، نتأكد كل شي كان تمام. ومنطبق الخبز ومنطبق فوق الرز المسلوق، وبعدين الصوص متل ما نكون شايفين، أو فيكن متل ما بدكن تحطوا الدجاج، وبتحبوا بعدين تزينوها بالمكسرات، وبتحبوا كمان بالبقدونس كمان، هذا الشي بعود إلكن. وإذا بتحبوا الدسامة أكتر زيدوا له معلقة سمنة للصوص، وإذا بتحبوها خفيفة لا تزيدوا له شي.